سارة الورع تصدم غيث مروان بخبر حملها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع شيرين بيوتي اللي قامت اليوم بنشر ستوريات مع أختها نارين. ووضحت شيرين إن الستوريات كانت من يومين وكانوا عم يصوروا فيديو، واليوم نارين سافرت إلى روما للقاء عمها توم كروز وتركت شيرين لوحدها. نمر إلى سارة الورع اللي قامت بإعطاء اليوتيوبر غيث مروان ورود عايدته بمناسبة اليوم العالمي للأب، وهذا الشيء اللي خلى اليوتيوبر غيث مروان يفكر إنه سارة حامل، وكمان صور ردة فعله. وأكدت سارة الورع إنه هاي الحركة كانت جد حركة عفوية منها وما قصدهم يطلعوا ترند. أترككم على ستوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. هيها تصرفوا معه. أنا مو حامل. أنا كنت حابة أعمل لك حركة كيوت إنه اليوم عيد الأب وهيك فاجئه بإنه رح تصير أب بالمستقبل إن شاء الله. طلع اليوم عيد الأب وهي إنه ما بعرف شو خطر الله أقسم بالله. جابت أم العيد والله. المهم انا فكرت نفسكم اول شيء وحورجيكم. كنت بصور على السناب يعني اول ما اعطتني الورد كيف كانت ردة فعلي. بعدين استوعبت انه عيد اب، بعدين استوعبنا انه انا معيت ابوي، بعدين استوعبت هي انه معيت ابوها. يعني كان الموضوع فايت بالحيط يعني، بس النية فهمتها. يا ريت ما جبت لك ورود. والله اي لوف يو، والله اي لوف يو. لا والله بتجنن والله، بس فنانة والله. بتسلك والله حلو والله. شو هاد؟ تيلي جيبك على محل ورد. لا شو؟ ليلي؟ كذابة. ليه؟ شو المناسبة؟ ثانك يو. سريع اقرأ. No, I'm not pregnant. يلعن شكلك. يلعن شكلك. انت اللي فكرت ان I'm pregnant. ايه. No. ابوي. هابي فاذرز داي. اليوم عيد الاب. كذابه. نسيت عيد ابوي. ثانك يو اي لاف يو. خبركم على السريع عشان ما تقولوا عم بعمل ترند وقصص. هاي بعد دقيقتين خبرتكم. حبيت احسسكم هيك الشعور ابو دقيقتين بس. كيف ساره وصلت لي اياه بنفس الطريقه. يا جماعه والله ما عم نعمل ترند، والله كانت النية اني اجيب ورود. خلاص ما نعملها بحياتي. والله حلو. لا والله انت بس ان شاء الله اذا كنت حامل ما رح فاجئك. كيف يعني؟ شو حتخبي البيبي بجيبتك كيف يعني؟